بل تروح الى طبيب وما يحكي وياك الطبيب، يخلي الفراش يحكي وياك وتقول هذا طبيب لانه سمعت من الناس هذا طبيب. شلون تقبل ان السيستاني عالم وانت ما سامع من عنده؟ عالم الدين لابد ان يتكلم مع الناس، على الاقل ان يتحدث معهم اسبوعيا، في الشهر مره، في السنه مره، في العمر مره. هل سمع الناس بهذا؟ ان زعيما دينيا منذ ان صار زعيما لطائفه لامه لمجموعه والى ان يموت ما تكلم بكلمة واحدة. هنا الغزي ما يريد يقول لكم انتم مطايع، وهذا مو زعيم ديني، هذا عبارة عن ضابط مخابرات ولازم ما يكشف نفسه، وعنده ارتباطات في عدة أجهزة مخابرات عالمية، والدليل شلون استخدموه الأمريكان في غزو العراق، وبعدين فضحوه وقالوا انه رشيناه ب 200 مليون دولار حتى يبينوا لكم حقارته وسقوطه ووضاعته وانحطاطه. هو هذا زعيم المطايع، زعيم مرجعية الرواديد والديار. سلام عليكم.